هلا مين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. كيف حالك؟ تفضلوا تفضلوا. الله يخليك يا أخي، كيف حالك يا عم؟ والله الحمد لله بخير والله الحمد لله بخير. يلا اجلس اجلس استريح اجلس. كيف حالكم يا شباب؟ الحمد لله. والله الحمد لله بخير. الحمد لله. صومالي انت؟ ايه. انت صومالي؟ ايوه. انت شكلك تشادي. تشادي؟ ايه. انا صومالي قوي. صومالي قوي؟ ايه. ما شاء الله. هذا كيف حالك؟ والله الحمد لله بخير ما شاء الله. هذا ايش مشكلتكم؟ والله وصلنا لي شو اسمه ابو سالم بن عتيبي. كفيل حقنا هو. وقال لي خلينا نروح المكتب الجوازات. تمام. هنا مكتب الجوازات. وايش مشكلتك؟ والله نظام حقنا ممتازة. قبل 3 أيام رخصة إشارة المرور. اسمك؟ سالم بن سالم. سالم؟ بن سالم. سالم. إقامتك منتهية يا ولد. كيف ما تجد الإقامة؟ عددها الكفيل هو عنده أكثر من شهر. تمام؟ الحين اعتقد قال لي خلينا نروح على عند مكتب الجوازات. كمان معاك غرامات. كيف الغرامات؟ معاك غرامات 8000. كيف يا طيب يا أخي؟ ما في غرامة ولا شيء. هذا النظام الجديد أبوي. النظام الجديد يعني غرامة جديد. لا. هذا معاك غرامات 8000 ريال. طيب وكيف الغرامة؟ كيف يجي 6000 غرامات و2000 2000 تسجيل معروف. ايه. و6000 غرامات. تمام؟ ايش الغرامة؟ لازم تسدد. هي منتهى الشهر كذا بس. اعرف. حتى 29 يوم. 29. ايوه. لازم تسدد الغرامات تاخذ اقامتك. تمام؟ تجي يومين. اليوم اثنين صح؟ ثلاثاء وربوع نحن نشتغل. تمام؟ راح نفتح المحل يوم السبت. تمام؟ تجي يوم السبت. تمام؟ تعال يوم السبت. صديق اسمع. تعال يوم السبت تاخذ اقامتك تجيب الثمانية. تمام؟ كيف اعطينا الإقامة؟ لا ما اعطيك اقامة. كيف؟ لا ما اعطيك اقامة. لو تسدد 8000 يا اخي قبل 3 أيام رخصة إشارة المرور وانت الحين شريت الإقامة وانا ايش الكيف اللي مش دريك؟ انا مو مرة يعني جواسات. تمام؟ هذا نظام الجواسات ابوي مو نظامي. هذا بلد حكومة ابوي مو بلدك. تمام؟ ايش نسوي الحين؟ كيف مش دريك؟ كيف اعطينا حتى الورقة؟ لا ما اعطيك ورق ولا شيء. تمام؟ راح تجيب 8000 وتاخذ اقامتك. تمام؟ يلا الحين تمام. وانت ايش مشكلتك؟ مشكلة والله. كيف اقامتك؟ لا معروف والله لا بس. رخصة عشوة كهذا رخصة عشوة. اسمك؟ عندي عبد الله. عبد الله فارح. عبد الله؟ يقولوا تقول دعرة ما دعرة ما اقامتك انت منتهي 3 شهور. معك غرامات انت شو تحدث؟ في الرياض. ايوه في الرياض بعد شهرين. ايوه بعد شهرين. ايوه شو تحدث في الرياض؟ ايوه 2000 ريال حق تجد اقامه. تمام؟ و5000 حق الغرامات. تمام؟ والباسبور حقك حق اول مو حق جديد. تمام؟ تروح سفارة صومال وتاخذ باسبور جديد. دحين؟ ايوه تروح السفارة الصومالي. النظام جديد؟ ايوه نظام جديد. لازم تجيب لي باسبور جديد. تمام؟ كان اول انتم ما عندكم دولة. تمام؟ فاهم؟ ما عندكم دولة. الحين معاك 7000 ريال. تمام؟ تجيب 7000 ريال يوم السبت. تمام؟ تاخذ اقامتك والجديد 2 سنين. تمام؟ نظام تشوف اللي مالي لما تاخذ اقامتك اسمع. لما تاخذ اقامتك ما تشتغل غير كفالك غير كفيل حقك. لازم تشتغل معاك كفيلك. لو ما تشتغل مع كفيلك لازم تاخذ نهايه. راح تسافر بلدك. تمام؟
طيب يلا الحين أنا لا يا سومالي لاني أنت خلاص اسمع بس تروح على الطفل لا مكان مثل أنا بدنا صومال قارقة بتنت وصار عندك حيرة أنا مين؟ أنا يا محمد. لا تفضل. رحت الدراسات. أيوه. الصراحة. ما تشاف البورد برا؟ شفت بس ما لا أعرف. اشتري اجلس. كيف حالك؟ ايش مشكلتك؟ مشكلتي إن قامت المكانية 3 شهور. اوه هذا قديم من قامت. أيوه لا، أخذت القرار قديم. أول قبل 16 سنة. قديم من قامت. اسمك؟ زهرة محمد. سارة؟ 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 زهرة محمد. سارة محمد أحمد. إقامتك منتهية 3 شهور. باي. ومعاك غرامة. غرمت إيش؟ 6000 غرامة. والله كيف تجي وأنا خدام نشتغل غرامة؟ هذا نظام جديد. وباسبور حقك قديم، تمام؟ باسبور حقك قديم حق أول. لازم تروح سفارة صومال وتاخذ باسبور جديد. و2000 ريال حق 2000 ريال حق تجديد الإقامة، تمام؟ و4000 غرامات. نظام جديد الجوازات. إذا ما عندك راح تاخذ نهاية. راح تروح بلدك. كيف نهاية موجود كفيلة الحمد لله في الرياضة والقاعد. كفيلك مين؟ كفيلة موجود كيف مين؟ بدون كفالة أمشام؟ لا مو كفيل ولا اسم كفيل. حقه موجود شوف. اسمع. ايوه. كفيلك عبد الله بن علي خرني صح؟ ولا كفيل ولا غيره، تمام؟ لازم تسد فلوس 6000 ريال. تمام؟ تمام؟ يا 6000 ما عندهم عيال وظروف الساعة يا أخي. تمام انت مسوي؟ كيف ما مزوجة؟ مزوجة وعندي عيال وعندي كل شيء. الحمد لله. تمام اسمع. ما في مشكلة. انت عندك يعني ما في مشكلة. تمام؟ انا وانت راح نتفاهم. ها؟ راح نتفاهم ما في مشكلة، تمام؟ ها؟ جيب رقمك. يا أبوي أنا رقم كيف أعطيك؟ أنا مزوجة قلت لك معاي عيال ومعاي زوج ومعاي كلمة ما الحمد في لله. مشكلة إذا أنت مسوي. فاهم ايش زي؟ تفاهم عادي عادي. هذا نتفاهم. حقايق متفاهم ما جيت عندك أنا. أنا راح أسوي لك كل شيء ما في مشكلة. بدون 1 ريال. تمام؟ بدون 1 ريال أنا مش أسوي لك، تمام؟ ها؟ جيب رقمك أنا بتصل عليك يوم الجمعة كذا. لا 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 زي ما تفكرتين أنا مش كذا يا أخي. لا عادي. هذا مش عادي طريقة هذه إذا أبغى أمشي أنا ما أكون مزوجة ولا أقعد في البيت ولا أقعد مع عند عيال ولا أشتغل مع قدامي يا أخي. لا عادي نتفاهم عادي بس الحين أنا مسكر المحل والحين وقت صلاة تمام راح تجي يوم 6 لا تمام؟ يا أبوي أعطيني إقامتي خلاص. لا ما أعطيك إقامتك. لا 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 ما أعطيك ولا إقامتك لازم. ولا شيء ما أبغى خلاص. لا لازم تجيب ال 6000 غرامات، لو ما تجيب ما أعطيك إقامتك، لو ما تجيب ال 6000 غرامات راح تسافر بلدك، إذا راح ما تاخذ تفاهم نهاية. خلاص يعني. راح تاخذ تعطيني نهاية، إقامتي. خلاص لا تكذب نفسك أنت يا حاجة، تمام؟ راح تسد لازم فلوس. نحن ما نبغى صراحة. السعوديين أعطينا رقمك. لا ولا سعودي ولا شيء، هنا وصل محل السراح، مو هنا السوق، مو سوق باب مكة هنا. والله أحسن من سوق سوق تروحي وتشتري إيه؟ حاجة. استحي على نفسك يا حاجة. هنا محل حكومي مو سوق، تمام؟ تجي يوم سبتي وراح تسد مع فلوس. الحكومة يعني تفاهموا مع قريب كذا محل حكومة. هاي مع نفسك، تمام؟ ما نشتغل، تمام؟ لازم راح تسد فلوس، تمام؟ يعني إذا كلامك ما يمشي خلاص. لازم راح تسد ألف، فاهم ولا لا؟ أنا أفرح لك وأكلم كفيلة وأكلم وصفار حقي. كيف تفتح لي؟ كيف تفتح لي؟ أنا سعودي أنا ولد بلد، كيف تفتح لي؟ طيب نشوف إن شاء الله خير يلا مع السلامة. يلا مع السلامة، يلا ركز. أوكي باي. يلا وجهك. والله الصوماليين هذه مشكلة. والله مشاكل مع النفس.